هاد النوع ديال القصص وليت كنتفادى نعاودهم، واخا فيهم الافاده وفيهم العبره ولكن كنتفادى نعاودهم بكثرة ما هما صعاب انك تعاوديهم للناس بلا ما تخدشي الحياء وبلا ما تدخلي في شي حاجه حشومه، خصوصا انك كتعرفين الناس كيتفرجوا مجموعين ويقدر البنت تفرج مع امها ولا الام مع اختها ومن هنا كنقول لكم هاد القصه من الاحسن يتفرج فيها الواحد ولا يسمع ليها غير بوحدو. القصه ديالي بدات ملي كانت عندي 18 عام. خرجت من القرايه عامين، يعني ملي كانت عندي 16 عام صافي خرجت وجلست. حنا واحد العائله فقيره فقيره بزاف، ما عندنا والو كاع. العيد الكبير كيشريوه لينا العائله ولا الجيران ولا شي حاجه. العيد الصغير كيدوروا معنا الناس، رمضان كذلك وهكذا. ملي وصلت 18 عام خطبتني عمتي لولدها، وعمتي كانت مجوجه واحد الراجل لا باس عليه وكانوا ميسورين وعايشين مزيان. ولدها كان موظف، كانت عنده 36 عام وانا كانت عندي يلاه 18. واخا كانت عنده 36 وكان موظف وكل شيء، ما كانش مزوج، ما عمره ما تزوج قبل ما يخطبني انا. ولكن انا ما فكرتش في هذا الشيء، كنت غير صغيره وما عارفاش والفقر والحاجه والجلاس في الدار وما كنقرا ما كنخدم ما والو. جاني الزواج بحال شي حاجه زوينه غادي توقع في حياتي. قلت الا تزوجت على الاقل غادي نقص عليهم من الدار، ما يبقاوش يصرفوا عليا ما والو، حنا اصلا ما كاين حتى ميتكل. وما غنتزوج شي واحد براني غير ولد عمتي، وغنمشي نولي انا عندي داري وراجلي تهلا فيا ويشري ليا. كان كيبان ليا الزواج بحال داكشي ديال الاميره ساندريلا وداكشي، خصوصا انني كنت صغيره، كانت عندي 18 عام، ما عندي لا تجربه في الحياه لا والو. ايوا صافي ملي خطبتني عمتي ما كان لا نقاش لا والو، ما تشاوروا معايا ما حتى شي حاجه. دغيا با قبل ودغيا امي قبلات وقالت لي امي سيري وراه ولدها موظف، وراه الا ما بغيتيش غطيروا لك شي وحده، وشوفي انت حالتك كي دايره، لا زين لا طول لا شعر لا والو، شكون اللي غيديها فيك. وعرفتوا دوك الهضره ديال زعما تزيد على ما بيا. كتقول لي امي شوفي كي دايره لياتك راه زوينات دايرات فعلات، انت ما عندك والو، شدي فيه ما حد خطبك، شدي فيه بيديك وبرجليك وبسنانك وتزوجي. صافي ما كان عنديش واحد الخيار اخر الصراحه، وكنت نيت انا متحمسه وباغا نتزوج، ما نكذبش عليكم زعما ما غاديش نمسحها في والديا. حتى وكان خلاو لي الاختيار غنختار انني نتزوج بولد عمتي. هي هذيك ردوا على عمتي، وجدوا داكشي كلشي ودرنا النهار ديال الخطبه، خطبوني ودارت عمتي العرس. انا ما درت لا عرس لا والو، ما كاينش باش نديروا العرس ما والو. واصلا زعما داكشي غير العائله، يعني هذيك راه غير عمتي بحال عرس عائلي وصافي. صافي جاو عمامي جده وكلشي حضر ودرنا العرس ومشيت تزوجت بولد عمتي. صافي سكنت معاهم في الدار مع عمتي، وقلت زعما كنت فرحانه بديك التزويجه. قلت عكوزتي غتكون هي عمتي نيت، يعني ما كاينش البراني، يعني غتعاملني بحال امي وداكشي. صافي تزوجت عمتي، كانوا عندها جوج بنات والدراري، ما عندهاش البنات بزاف غير جوج، وكانوا صغارات صغر مني كيقراو، والدراري ثلاثه ديال الدراري، يعني جوج دراري وهذاك اللي تزوجت به انا. صافي داكشي كان كامل ساكن في دار وحده وكنت انا ساكنه معاهم. بدات ديك السيمانه الاولى ديال الزواج، كنت كنلبس زعما داكشي اللي شريت، دوك القفيطنات الخفاف وداكشي، غير دوك الفلوس اللي عطاني هوايا فاش يلا درنا عقد الزواج. حيت درنا حنا عقد الزواج قبل العرس، درنا عقد الزواج وجلسنا واحد 15 يوم عاد درنا العرس. صافي دوك الفلوس اللي عطاني ديال الصداقه ملي درنا العقد هما باش شريت شي قفيطنات وشي تخربيقات ودوك الحويجات ديال العروسه وداكشي، حيت انا ما عندي والو كاع، المكياج هو الاخر ما عندي منه حتى شي حاجه. صافي بديت كنلبس كنقاد في ديك الايام الاولى. دازت ديك الايام الاولى وواحد الحاجه بعدا في هذيك السيمانه الاولى ديال الزواج، راجلي ما قرب ليا، ما قال لي شحال في الساعه، ما قاسني، ما عنقني، ما والو، ما كانت حتى شي حاجه بينو وبينو كزوج وزوجه نهائيا. حنا كنا ساكنين في واحد البيت الفوق، لان الدار ديال عمتي كان فيها جوج ديال الطبقات، كانت الطبقه اللي ساكنه فيها هي حنا كاملين وفيها الكوزينه وفيها داكشي، وكانت واحد الطبقه الفوق ولكن فيها غير واحد البيت هو اللي مصلوح، هو اللي كنت انا ساكنه فيه انا وراجلي، وفيه مفرش وداكشي ومقاد، ولكن ملي كتخرجي كتلقي غير السيما وهذا، يعني غير بيت واحد في ديك الدار اللي مصلوح، يعني انا كنت ساكنه في الفوق. صافي وتا انا ملي كيوصل الليل كينعس هو وكنعس حتى انايا، ما كنقدرش نجبد معاه الموضوع. راكم عارفين كتبقاي مرا مغربيه عندك واحد النفس خايبه،
مهما كانت ظروفك كتكون نفسك صعيبه بزاف. هكذا لينا ربي حنايا، ما تقدريش انت ديري المبادره ولا تقولي لي شي حاجه ولا وانا ما كنتش عارفه، ما عندي لا خبره لا والو، امك ما تتهضرش معاك في هذوك المواضيع، ما عندي صحابات، ما كنت باقي صغيره صافي. مني جلست من القرايه جلست في دارنا صافي، ما عندي حتى شي تجربه في الحياه، ما عرفت ما نقول ليه. النهار الاول الثاني الثالث الرابع سيدي كيدخل للبيت كينعس بحال نعس حدا ختو ولا حدا مو ولا شي حاجه، لا كلمه زوينه لا بزاف. وانا كنت مقجوجه وكنقول ما يمكنش واش هادشي غيبقى بحال هكا، ما يمكنش هادشي يبقى بحال هكا. صافي كنفيقو الصباح، كنفيق بكري، كنبدل حوايجي، كنقاد حالتي وهذا، ونهبط لتحت ونوجد الفطور مع عمتي ونوجد الغدا يعني عشت معاهم عادي بحال غير جايه ندوز عندهم شي عطله ولا جايه نشوف عمتي وصافي. وهكذا الليل كيوصل كنطلع لبيتي كنعس، كيجي راجلي كيطلع عندي كينعس عادي. ما جبدش معايا كاع حس الموضوع نهائيا. وزعما السيد راه في الثلاثينات، راه في اوج العطاء واوج الشباب، ماشي شي واحد عنده 60 ولا 70 ولا. دازت ديك السيمانه الاولى ديال الزواج ولا هي شي 10 ايام بحال هكاك والو السيد والو، حتى الجماعه ما كيجمعش معايا، حتى الهضره ملي كنكونوا وياه بوحديتنا في البيت ما كيهضرش معايا. ما بحال هاد السيد انا ما فهمتش واش تزوج بيا باش يغطي شي نقص عنده ولا شي عيب، ولا باش يتسمى راه ما عندوش مشكل، ولا عاد بديت كنفكر وكنقول مع راسي علاش هو بقى حتى دار 36 عام عاد تزوج بيا، علاش تزوج بيا انا بالضبط لي واحد البنت ساذجه وما كنعرف ندير حتى شي حاجه وما قافزاش ما كنوضش الدجاجه على بيضها. عاد هاد التساؤلات كيجيو لي لراسي. ما عنديش دوك الصحابات اللي نهضر معاهم ويقرصوني ويقولوا لي شنو كاين، ما عنديش شي صاحبتي مزوجه. كنت حدوديه بزاف وكنخاف كنخاف من الناس كاملين، كنخاف نهضر مع الناس، ما حشوميه، ما كنعرف نهضر، ما كنعرف نخرج، ما كنعرف ندير والو. المهم ما يمكنش نجبد مع هذاك الموضوع، ما يمكنش، خط احمر. ما نقدرش نقول لها راجلي دار ولا واش ندير ولا ما احنا ما كبرناش في هذيك الثقافه ديال امك تجبدي معاها هذا الشيء. صافي من بعد واحد النهار كنت غير انا في الدار، ما كانتش عمتي وما كانوش لا الدراري لا حتى واحد. صافي كنت غير انا في الدار وجا هو بالعشيه قبل ما يجيو هما، جا هو بالعشيه ودخل يدوش. والدوش ما كاينش في الدار اللي الفوق انا ساكنه فيها، قلت لكم فيها غير بيت واحد. الدوش كاين في الدار الوسطانيه اللي ساكنين فيها الناس كاملين، يعني مشروك. صافي دخل كيدوش وانا نقول هذه هي الفرصه ديالتي غندخل عنده، ما حد هو كيدوش وداكشي. تخيلوا دازت مده وانا ما عمري ما شفت راجلي معري، ما عمري ما شفتو بلا حوايج. تخيلوا زعما شي حاجه انا عارفه بزاف د الناس غتجيهم غريبه وما غيتيقوهاش. صافي مشيت دخلت عنده للدوش. صافي قلت ليه واش نحك لك ولا شي حاجه، واش نعطيك الصابون، واش كذا واش كذا. قال لي لا لا ماشي مشكل. وصافي انا كامراه وكبنت شابه وكبنت متزوجه وخصها تعيش واحد التجارب اللي على بالها كانت غتعيشهم الا تزوجات. حيت حوايجي ودخلت قلت غادي ندوش معاه. قلت صافي انا ندير المبادره، واخا صبرت بزاف ديال الوقت انا غادي ندير ديك الانيسياتيف وندخل عنده. دخلت عنده هو يشوفني انا حيت حوايجي وبغيت ندخل ندوش حداه، ويقول لي سيري ماشي وقت هادشي، سيري دابا تجي امي ولا يجيو الدراري ولا شي حاجه، سيري تندوش انا ودخلي دوشي نتيا. تقمعت ديك الساعه وبقى فيا الحال بزاف وانا نلبس حوايجي وطلعت. تسنيتو حتى جا طلع للبيت حدايا، قال لي واش ديري شي حاجه من ناكل، وجدت ليه ما ياكل، هبط حتى كلا، طلع عاوتاني وطلعت انا عنده. صافي بقى كيقول لي مالكي. انا صافي ما كنتش كنبين ليه، كنت عادي تنضحك معاه مره وتنضحك مع عمتي وكنجلس نجمع مع البنات ومع ولاد عمتي الاخرين هما خوتو داكشي. ما كنتش كنبين حتى شي حاجه. وهذا واحد الغلط كنديروه حنا العيالات بزاف، كيكون عندك شي مشكل كبير ودارك وتتبقاي ساكته كتسنيه هو يفهم بلا ما تقولي، وانا ما يمكنش يفهمك بلا ما تقولي. صافي بقى كيقول لي مالكي في البيت. قلت ليه في الحقيقه حيت بينت صافي ما بقيتش قاده نصبر، وجهي ولا تيبان مقلق. قلت ليه ما عجبنيش داكشي اللي درتي لي، مشيت عندك للدوش وانا زعما ماشي شي وحده برانيه، ولا انا راه مرتك، وهادي راه قربنا نكملوا انا وياك الشهر دابا، ما شفنا منك حتى شي حاجه، ما شنو فيها الا دوشت معاك ولا غسلت ليك ولا غسلتي ليا ولا. صافي انا بديت تندخل وتنخرج في الهضره. هو يقول لي شوفي انا راه ما عرفت شنو وقع ليا، انا كنت عادي صحه سلام وما بغيتش نتحشم معاك،
انا واقيلا شي وحده دارت لي شي حاجه في العرس، قال لي ولا شي وحده من دوك البنات اللي كنت مصاحب معاهم وكنعرفهم ما تزوجتش بيهم، يمكن دارت لي شي وحده شي حاجه. انا حاسه براسي مثقف، صافي انا مثقف، وهذا الشيء هذا ما فهمتش. قال لي ما بغيتش نبين ليك وما بغيتش نطيح معاك في شي موقف محرج، وانتيا بنت خالي وكذا وكذا وكذا. بدا يدخل عليه وخرج في الهضره ومسحها في الثقاف. وانا من هنا مورا ديك التجربه ديال 9 سنين المرير اللي دوزت، حيت انا ما بقيتش ديك البنت الساده اللي عندها 18 عام، راه دازت مده على هذا الشيء، دازت اكثر من 9 سنين. من هنا غنقول لكم بلي شي واحد اللي عنده شي مشكل جنسي ولا عنده العاجز ولا ميت ليه الموتور ولا ويجي يقول لك لا تقفاتني شي وحده، لا سحروا ديال عندي الثقاف، راه غير تيبقى يدير لراسو المبررات. ما تيقوش في هذا الشيء هذا، ما تيقوش فيه نهائيا. تيبقاو يتملصوا من الحقيقه المره بداك راني مثقف، ايوا ما كنتش هكا، ايوا كنت هكا، ايوا كنت هكا. صافي انا ديك الساعه تيقت، وانا ملي كنت ديك الساعه تيقت في هذيك اللحظه وبقى فيا الحال، وقلت لي بنات الحرام الله ياخذ فيهم الحق، الا كانت من عند ربي مرحبا بها، ولا كانت من عند العبد الله يدير الله يفعل. انا درت فيها هذيك المراه المظلومه اللي مسكينه راجلها تقفوه وتعداو عليه. صافي بقيت عليه كل نهار، ولا تيبقى فيا، ما بقيتش مازال مقلقه، بالعكس وليت ولا كيبقى فيا، كنقول راجلي مسكين رزاوني فيه ناناني انا، ولا تيبقى فيا. صافي وليت ديما كنقول ليه شوف يلا نمشيو عند الفقيه فلان فلاني، يلا نمشيو عند هذا، يلا نمشيو عند هاد السيده كتحيد الثقافه، يلا هكذا يلا هكذا يلا هكذا. غير داكشي تنسمع، انا ما كنعرفش انا الناس بزاف ما والو، غير داكشي اللي كيلقطوا ودنيا ملي كيكونوا العيالات عند عمتي ولا داكشي تنسمع تنقولوا ليه. والو داك السيد ما بغاش، قال لي لا انا ما كنثيقش في داكشي، انا كنثيق غير في الطب وفي العلم، ما كنثيقش انا في الشوافات والشوافين وهذا وهذا. كيتهرب وكيتملص. دازت شهور ودازت سنين، دازت سنين. مع الاسف كاين المرايت دير لراسها الحل دغيا دغيا، انا ما درتش لراسي الحل، ما عنديش كي ندير، ما عنديش كي نرجع، ما نقدرش نطلق ونرجع لديك الدار اللي هما مساكن والديا ما لقاو حتى من ياكلوا، عاد نزيد عليهم انا. ما قدرتش نجبد الموضوع مع حتى شي واحد، القضيه فيها العائله، هذا ولد عمتي يعني ماشي شي واحد براني غنجبد الصداع. ما نقدرش نقول لعمتي، ما نقدرش نقول لامي، ما نقدرش نقول لبا، ما نقدر نقول حتى شي واحد. صافي لقيت راسي بين المطرقه والسندان. صافي رضيت بداك الشيء اللي كتب عليه سيدي ربي، ورضيت بهذاك الواقع المرير ديالي، وبقيت عايشه معاهم عادي بحال عايشه مع عمتي وصافي. يعني يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام كنولي انا اللي هازه المسؤوليه ديال الدار كامله، انا اللي كنصبان، انا اللي كندير الشقه الثقيل لحقاش البنات كيقراو، وعمتي راه مرا كبيره وعجوزتي، الدراري بيان سور ما كيسبنوا ما يديروا حتى شي حاجه. انا اللي وليت هازه ديك الدار من صفاها حتى لعلاها، انا اللي وليت كنخمم البيوتا فين كينعسوا البنات، كنطيب، انا اللي كنتكلف بالعيد الكبير ديك التماره ديالو، انا اللي كنتقدى. صافي وليت انا ديك الدار محطوطه فيها بحال شي وحده جابوها مساعده فابور، صافي كدير كل شيء وما تتقولش وما تتقولش عييت وما كتخلصش ما والو. حتى الحقوق ديالي البيولوجيه كزوجه ما كناخذهمش، راجلي ما كيقربش ليا نهائيا. المشكله هو كان حمار حاشاكم، انا ما بغيتش نقول هاد الهضره، ولكن هو ديجا عارف راسو عنده داك النقص، ما كانش كيعوضوا ليا بحاجه اخرى، مثلا الحب وشويه ديال الاهتمام، وينعس حدايا فاش كنكونوا ناعسين ديما نعطيني بالظهر، ما تيدورش عندي ويعنقني ويمشط ليا شعري ويقص فيا. هكاك غنحس انا بالاهتمام، غنسى كاع الجانب الجنسي غادي ننساه. ولكن هو لا هادي لا هادي، حتى وليت كنشك اني كنقول هذا يمكن راه واقيلا عنده شي ميولات مثليه ولا شي حاجه، الله اعلم، كل شيء ممكن. صافي من بعد وليت كنهضر مع بنات عمتي اللي صغارات بزاف، واخا هما كانوا صغار يعني باقيين كيقراو 17 و16 عام، وانا كانت عندي ديك الساعه شي 19، وكيجيو عندهم صحاباتهم للدار. وليت كنلقى واحد المتنفس، كنلقى واحد البنات واخا ماشي قدي، ولكن في نفس لا جينيراسيون ديالي، نفس الفئه العمريه ديالي، كنلقى معهم نهضر، كنجمعوا، هما كيبقاو يعاودوا لي على داك الشيء ديالهم، المغامرات ديالهم، هذه تصاحبات مع هذا، هذه كتبغي هذا، هذه دارت هذا. صافي تطلقت معاهم، وليت درت معاهم واحد العلاقه زوينه، كانوا اول مره يكونوا عندي صحابات. صافي بنات عمتي وليت كنخرج معاهم ملي كيبغيو يمشيو يجلسوا في شي بلاصه مع صحاباتهم كيديوني، ملي كيجيو البنات صافي توالفنا ولاو حتى هما صحاباتي.
وانتم عارفين حنا الجنس اللطيف، وحنا البنات وحنا العيالات ملي كنتعارفوا ونرتاحوا لبعضياتنا، اول حاجه تنبداو بها تنبداو نكبوا المزيوده وتعاودي الاسرار 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 الاسرار، كنلقاو سبحان الله واحد الراحه، وحنا تنعاودوا داكشي تيضرنا. صافي هذيك كتعاود ليا والاخرى كتعاود، وبنات عمتي كيعاودوا. تطلقت معاهم انا بزاف، تاقوا فيا، ثقت فيهم، يعني راه دازت مده وليت حتى انا كنعاود ليهم. هما كيقولوا لي انت مزوجه، تيبقاو يسولوني ديك الاسئله ديال انت مزوجه، وهما باقيين مراهقات، يعني راه غيبغيو يعرفوا هذاك الشيء. كيفاش داير الزواج، كيفاش دوزتي ديك الليله الاولى، واش لقيتي راسك عذراء ولا ما لقيتيش راسك عذراء، واش هادي وشي دوك الاسئله التافهه ديال البنات الصغار. انا في الاول كنت كنقول لهم لا وما نقدرش نهضر معكم في هذا الشيء، وبنات عمتي كنقول لهم لا حشومه اخوكم هذاك لا هادي. واني من بعد وليت كنعاود لهم كنقول لهم انا ما عشتش داك الشيء، انا ما عشتش داك الشيء، انا اصلا دابا مازال بحالي بحالكم، باقي بنت، باقي هكا باقي هكا. وهما كانوا كيبغيو يعرفوا لي ديتاي بزاف، ولكن انا كنت كنتهرب، ولكن تهربت تعييت، ومع المده ومع الهضره بزاف ومع صافي ولينا صحابات بزاف وتداخلنا، وليت كنقول وكنعاود داكشي اللي خصو يتعاود واللي ما يتعاودش، بلي راه جيت وما كيديرش ليا واحد حتى شي حاجه، ما كنعيش معاه حتى شي علاقه جنسيه ولا علاقه انسانيه ولا هادي ولا هادي ولا هادي. كلشي داكشي وليت كنعاودو ليهم، هما ولا تيجيهم داكشي غريب. حتى البنات تعاطفوا معايا، بنات عمتي اللي هما خواتاتو، ما عمر شي وحده مشات قالت لي علاش تقولي على خويا ولا تقول لامها ولا شي وحده تخرج شي سر. الصراحه بكل صراحه نهائيا تعاطفوا معايا بزاف. وبعد المرات كنبقى نعاود لهم نبدا نبكي، راه شنو وقع. انا دابا داخله في 3 سنين ديال الزواج، ما كنعيش حتى شي حاجه كتعيشها شي زوجه. كنقول لهم راه المشى لي مع المش حسن مني، راه الكلبه لي مع الكلب حسن مني. انا راه غير جالسه هنايا نضيع الوقت وتنتسنى فوقاش يكتب عليا الله الموت وصافي. صافي وعاد ديك الساعه فهموا علاش انا ما عنديش الولاد وعلاش باقي ما ولادش. ولا عمتي ملي كتقول لي ايوا فوقاش تجيبوا لنا شي ولاد، هما كيسكتوها البنات، كيقولها ماشي مشكله، اما ما راه البنت باقا صغيره، خليها تدير 25 ولا 26 عاد تولاد. صافي واخا العائله كلها كانت تتغني على الولاد، ما عنديش كندير لهم انا راه عاديه، ولكن هذاك الشخص اللي انت غتولدي معاه ما كاينش باش يولد معاك، ما عندوش الماتيريال باش يولد معاك. بكل صراحه يعني انا راه كنتفادى نعاود لكم هذا الشيء، حيت صعيب انك تعاوديه بلا ما تقولي شي مصطلحات، ولكن راه ما كاينش باش نعوض هذوك المصطلحات. صافي البنات بداو تيقولوا لي ديري كدا فعلي كدا قوليها ليه، جبدي معاه الموضوع، سيري للطبيب سيري. وفعلا مشينا للطبيب، يعني هادشي تا دازت شي 3 سنين والصرف، ومشينا للطبيب ما خلينا ما درنا السيد والو. ما حتى هو انا ماشي تنقول لكم الطب ما دار ليه والو، ولكن حتى هو ما كانش كيبغي وما كانش كيعاون في راسو، كيتبع دو واحد المده قصيره صافي وكيحبسو بحال هو كان. آه كاين بعض الناس اللي ما عندهمش كاع هما الرغبه الجنسيه وما عندهمش كاع الدافع الجنسي، كاع عايشين عادي. وهو فهمت انا من بعد بلي تزوج بيا انا غير باش يحيد على راسو ديك النظر ديال المجتمع ديال هذاك راه كبير وما مجواش، يمكن هذاك عنده شي ميولات ماشي تلهيه، يمكن كدا يمكن كدا. تزوج بيا انا ودارني ضحيه انا وحطني حداه كديكور باش يتسمى متزوج، باش تعرفوا حنا فين عايشين والمجتمع اللي حنا عايشين فيه، وكيفاش كنحقروا المراه وكيفاش كنتكرفسوا على المراه وكيفاش كنستغلوا المراه لمصالحنا. مع الاسف ماشي كلشي، ولكن واحد الاقليه بحالي ولا الاغلبيه ولا ما عرفت، انا ما عندي حتى شي نسب، ما عندي حتى شي احصائيات. صافي بنت عمتي هذيك اللي كبيره فيهم تزوجات، ما كملت لا قريتها لا والو، تزوجات مشات سكنت مع راجلها، وهذيك اللي صغر منها شدات الباك ومشات لبرا. صافي تما فاش البنت وحده تزوجات وحده مشات لبرا تقطعوا بيا الحبال، ما بقاش مزال عندي داك البنات مع من نهضر ومع من نجمع. وصافي رجعت لواحد بقيت عايشه في ديك الدار مع عمتي وولادها، واحد القنط واحد الملل، واحد بحال عايشه في الحبس. تقبلت هذاك الواقع ورضيت به وبقيت بحال هكاك، ما عندي حتى شي حل، ما بغيتش نطلق، ما عنديش فين نمشي الا طلقت، ما رضيتش بالطلاق انا عارفه بلي كانوا بزاف ديال الحلول، ولكن انا ديك الساعه ما عرفتش شنو ندير. دازت الايام والاوقات والشهور، ولات علاقتي مع راجلي بحال شي
بحال شي خويا ولا شي حد بعيد عليا. حتى النعاس مبقيتش كنعس حداه، مره وصافي. غالبا كنعس في الصاله، ولا نعس في شي قوانت، ولا نعس في البيت حدا عمتي، ولا صافي. وليت عايشه مع عمتي بحال بنتها، كنتسخر كنقاد كنصايب كنفعل كنترك فقط. هادشي اللي هذاك شبابي كله دوزتو بحال هكاك. يعني ملي كانت عندي 18 عام دازت 9 سنين، يعني حتى ولات عندي 27 ولا 28 عام تقريبا. يعني زهرة شبابي وديك الوقت اللي انا خصني نكون فيها كنقرا وجالسه في واحد الكرسي في شي جامعه ولا في شي مدرسه، ولا جالسه كنتعلم شي صنعه، ولا جالسه كنقاد ولو ابسط حاجه، انا جالسه نضيع فيها شبابي وتنحرق فيها ايامي، وحياتي كدوب نهار بعد نهار قدام عينيا. ما انا عايشه كزوجه محترمه، ما انا ام وعندي وليد ملاهيه فيه، ما انا عندي خدمه خدامها، ما انا عندي قرايه، ما عندي مستقبل، ما عندي حتى شي نظره كنت جالسه كنتسنى الموت. اقسم بالله ما نكذب عليكم، كنت جالسه كنتسنى فوقاش نموت وصافي. كنقول صافي انا هذه هي حياتي، غنبقى هكا، لا ولاد لا وتاد لا والو، حتى نموت ويدفنوني الناس ونبينا عليه السلام. حتى داك لو بليزير اللي كتعيشو المراه المزوجه مع راجلها، وديك اللحظات ديال الفرحه وديال اللي خلقها فينا الله كاملين ككائنات حيه، ولا فوالا ككائنات، ما كنتش انا كنعيشها. اذا انا شنو اللي يصبرني على ديك العيشه؟ صافي ما كنتش كاع، ما كاينش شي حاجه سميتها العلاقه الحميميه بيني وبين راجلي نهائيا. نهائيا بقيت هكاك صابره 9 سنين. كندخل كأي مرة الفيسبوك، الجروبات هادي، ولكن كانت في واحد القضية ما كنتش كنقول أسراري في فيسبوك، ما كنتش كنعاود المشكل ديالي، ما كنتش كنقلب على الحل في فيسبوك، ما عرفتش علاش. ولكن واحد الوقت كتبغي تعاودي، كتبغي تقولي لشي واحد كيف ما كان. واحد النهار من الايام دخلت للبلاصه ديال لي زانفيتاسيون، بلاصه فاش كياجوتيوك الناس، وحنا عارفين في نتوما عارفين في فيسبوك واخا تكوني مجوجه وعندك ولادك وتادك وحفادك ودايره تصوير ولادك، ضروري غير شي واحد يقول لك السلامه الزين ولا هادشي لا بدا. دخلت انا البلاصه ديال لانفيتاسيون، بلاصه ديال الميساجات، ولقيت الرجاله مصيفطه لي الميساجات السلام الزين وداكشي كامل، وانا ما كنت دايره لا سميتي لا والو، دايره غير شي واحد السميه مستعاره، ودايره شي وريضات في التصويره ديال البروفيل وصافي. وبديت كنجاوب هذوك الرجال اللي كيهضروا معايا، صافي كي دايره لاباس عليك التعارف وكيهضروا معايا، وحسيت بواحد عرفتوا باش حسيت؟ انا ماشي كنقول لكم غنعذر راسي انني خنت راجلي ولا شي حاجه، ولكن حسيت بحال ديك الرمله اللي كتكون في الصحراء، واحد الرمله ناشفه 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 يابسه، وكبيتي عليها شي كاس ديال الماء. بحال هكاك حسيت بقلبي، بحال ديك الورده اللي مسكينه دابله وما عمر شي واحد ما سقاها، وجيتي كبيتي على واحد الكاس ديال الماء. هكاك حسيت الانوثه ديالتي، حسيت بيها، وانا كشخص وكبنت حسيت براسي كاينه موجوده. غير بشي حاجه تافهه، غير واحد الكونت اللي ما عارفه حتى واش كونت ولا فو كونت ولا راجل ولا مرا ولا علم الله شكون هادوك، كيهضروا معايا السلام كي دايره لاباس عليك اش كتعاودي هادي. وبديت حتى انا كنتعارف، شحال في عمرك، شحال في عمري، فين كتسكني، دي واحد السيد وانا نرتاح ليه في هادوك. يعني ما دخلش معايا ديك قله الحياه ديال ديري الكاميرا ولا ديك الشيء بزاف، ما دخلش معايا فيه. هاد السيد هذا بدات يهضر معايا وكان داير تصويرته، كان انسان عادي، ما زوين ما خايب ما والو. بقينا كنهضروا ديما 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 كنهضروا، وهو هاد السيد كان مطلق وعنده بنيته عندها 5 سنين صافي، وكيعاود لي مشاكلو، انا راه دارت ليا وما كتخليش نشوف بنتي وهذا وهذا وهذا. حتى انا بديت كنعاود ليه مشاكلي، حتى انا تحليت معاه وبديت كنقول ليه راه انا مجوجه وهادي 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 وهادي، وراجلي كيدير وما كيفعل وكيترك. وتخيل انني 9 سنين ما عمري ما نعست مع راجلي، وانا دابا راني باقا عذراء وهادي. عاودت ليه ما نكذبش عليكم، انا عارفه بزاف الناس غيسمعوني دابا وغيلوموني، كيفاش قدرتي تجرئي تخونيه، كيفاش طاطاطا كيفاش طاطاطي. وحتى واحد ما حس بالمعاناه ديالي، انني 9 سنين وانا مقولبه في الحياه، 9 سنين وانا عايشه مع واحد الراجل اللي هو عنده ديفو كبير وما قالهاش ليا. حتى واحد ما غيتسوق لهذا الشيء، يتسوقوا الناس غير انني خنته ولا انني قلبت على راسي في فيسبوك. ما عليناش، بقات هذيك العلاقه بيني وبين هذاك السيد بحال شي صداقه زوينه، كنهضروا يوميا. راجلي ما كانش كيقلب ليا لا تليفون لا فيسبوك لا واتساب لا والو، اصلا ما كانش مسوق ليا، كنت بحال شي وحده عايشه معاهم تتشقى عليهم وصافي، ما كانش مسوق ليا كاع.
دازت الايام وعطيت لهداك السيد النمره ديالتي وبقينا انا وياه تنهضروا في واتساب، وكثر من هذا الشيء ولا تعيط ليا وكنهضروا كنتعاودوا ساعه ساعتين. كنت كنمشي للسطاح ونهضر معاه وما عمري ما حصلت. ولا في الوقيته مثلا فاش كيكون راجلي في الخدمه وعكوزتي ناعسه ولا ما كايناش شي حاجه وكنهضر معاه ساعه ساعتين، وليت كندوز معاه لي زابيل فيديو نبقاو نتعاودوا. اللي كان عاجبني فيه بزاف اولا انه كان عاطيني قيمه كانسان، وانا ما عمرو شي واحد في حياتي عطاني القيمه كانسان وكامراه. ثانيا انه ما كانش كيقلل عليا الحياه. تخيلوا شي 5 شهور وانا تنهضر معاه ما عمرو ما قال لي صيفطي تصويره عريانه ولا خرجي ولا جي ندير معاك ولا استغل داك الحرمان العاطفي ديالي والحرمان الجنسي. ما عمرو ما استغلو بكل صراحه. صافي قال لي خاصك تشوفي شي حل راسك وخاصك تطلقي، هذيك ماشي عيشه. هو اللي سجاني على الطلاق. وبقيت كنفكر كنقول هذا راه غادي يخليني تمشي نطلق ويخليني ما يتزوج بيا ما والو، لانه من بعد ولا تيعبر لي على الحب واللي راه كنعجبو بلي كدا وبلي كدا وبلي كدا. صافي هو وقف معايا واحد الوقفه معنويه، يعني ماشي زعما كان كيعطيني الفلوس ولا كان غير معنويا، وشجعني بزاف انني نطلق. وقال لي غير طلقي، انا ما غاديش نقول لك طلقي انا غنتزوجك، ولكن انا كنقول لك احسن حاجه تزوجتك ولا ما تزوجتش بيك ولا بقيت ولا هربت ولا بلوكيتك ولا راه هذيك راه ماشي حياه، انت باقا صغيره وباقا زوينه. طلقي، يقولوا الناس اللي بغاو يقولوا سيري عيشي حياتك مع شي راجل اخر الا ما تختيش فيا انا، لانه هو كان كيقول لي راه كنبغيك وباغي انا نتزوج بك ونعيش معاك انا وبنتي ونجيب ولاد اخرين وكذا وكذا وكذا. هو كان حريفي، كان خدام في واحد الشركه تيصيبوا الاثاث والسدادر وداكشي. كان نقاش ديال السدادر وكذا، يعني كان هي حريفي، ما كانش زعما شي واحد دير شي حاجه عادي. صافي شجعني، يعني راه قلت لكم 5 شهور وانا تنهضر معاه، راه ديك 4 شهور الاخرى كامله هو غير تيقول لي خصك تطلقي، راه هذيك راه ماشي عيشه، راه تظلمي راسك. طلقت. صافي مشيت هضرت مع عمتي قلت لها باغا نطلق كذا 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 كذا، راه ما كنولدش وانا راجل ولدك خصو يتزوج بشي وحده اخرى وهذه، وانا راه ماشي انا اللي كنولد. مسحتها في راسي، كلشي مسحته في راسي، قلت غير نطلق مازال بالسلام وما نخسرش لعمتي الخاطر، حيت ما عمرها خسرت لي الخاطر، وما نوضش واحد الصداع في العائله، لان الطلاق فاش كيكون ما بين جوج من نفس العائله راه صعيب. صافي عمتي بقات كتقول لي لا وهادي وناض الصداع وناضوا خوالي وعمامي وجده وكلشي ناض للروينه. ولكن انا قلت لهم صافي مستحيل نبقى، انا غادي نطلق. راجلي تصدم فاش جبت معاه الطلاق، ولكن بشويه بشويه تتقبلها ودخلت ليه مع دماغه. صافي مشينا للمحكمه، اول جلسه ديال الطلاق قال لي بقى تيهضر معنا القاضي علاش وهادي وانتم زعما عائله وكذا وكذا وكذا. وطلبته قلت لي السي القاضي عافاك بغيت نقول لك شي حاجه، انا مزوقه فيك بغيت نقول لك شي حاجه غير بيناتنا. قال لي لا وهذا الشيء راه ما كاينش محكمه وكذا. قلت له وبقيت نبكي عليه، قلت لي بغيت نقول لك شي حاجه ولكن ما يحضرش راجلي. قال لي واخا. خرج راجلي، قلت ليه شنو كاين بلا حشمه بلا حياه. داكشي تصدم. جا راجلي ويقول ليه القاضي واش كذا كيفاش دايره حياتك الزوجيه كيفاش هادي. راجلي بحال حس بشي حاجه وهو يعترف، قال لي انا عندي مشكل، راه بصح انا اللي ما كنولادش، وبصح عندي مشكل جنسي كبير عويص وما قلتش ليها وكذا. القاضي ما فكرش، ما قال لنا لا نعلو الشيطان لا تصالح ولا حتى شي حاجه، يعني داكشي داز بسلام. جلسه الصلح الاخرى وداكشي صافي طلقت مشيت لدارنا. امي وبا تيهزوني ويحطوني بالعينين، بنادم تيهضر وداكشي كامل انا ما تاثرتش بيه. علاش؟ ما حسيتش بداك الضغط لا واللي كتحس به البنت فاش يلاه كتطلق والناس تيهضروا بزاف والعيالات مجمعين بيك والعائله تيجيو يتشفاو وداكشي. انا ما حسيتش بداكشي. علاش؟ لان داك السيد اللي كنت كنهضر معاه ديما كيهضر معايا ديما في جميع المراحل، في المحكمه هنا لهيه ديما كيهضر معايا. ولحسن الحظ ما عمرني حصلت، حيت كون حصلت كون لصقوا ليا خيانه زوجيه ولا شي حاجه. صافي وليت حره، وليت كنهضر معاه تقريبا دازت شي 4 شهور بحال هكاك. المهم دوزت العده ديالي مورا الطلاق. جا عندنا للدار وخطبني وانا كنت فرحانه ومرتاحه وباغا اصلا السيد انا كنعرفو كلشي. خطبني
تزوجت انا وياه بالعقد ديال الزواج، مثلا لا عشت لا حتى شي حاجه، مشيت عنده لدارو وبقيت معاه ساكنه معاه وصافي. البنيه ولات كتجي عندنا مره ودازت واحد المده قصيره، يعني فاش درت ديك 29 عام حملت ولقيت راسي عندي بنيته، فرحت بزاف، كانت واحد الحاجه زوينه بزاف وقعت لي في حياتي انني اخيرا تنعيش كنعيش هذيك الحياه الزوجيه اللي انا كانت ابسط حقوقي وكنت محرومه منها. صافي وعلاقتي بعمتي وبعائلتي وداكشي ولات ما زويناش كاع، ما مزياناش، خصوصا انني فاش ساقوا لي الخبر انني حملت، عرفوا ان راه ولدهم اللي ما كيولدش، وحنا هذا المجتمع المريض، الراجل اللي ما كيولدش راه معيوب المهم معقدين، حنا كمجتمعات معقدين بزاف. صافي هذه هي القصه ديالتي، عشت مع السيد الحب والغرام. انا عارفه بلي يقدر راجلي يكون عادي، ما تيديرش ليا شي حب ولا شي حاجه كبيره، ولكن أنا بالنسبه لي حيت كنت محرومه راه عايشه مع السعاده الحقيقيه. الامور كلها نسبيه في الحياه. هذه هي القصه ديالي، شكرا لكم على الاستماع. غنوصيكم على حاجه واحده، الا كانت شي حاجه ضراك وماشي هي هاديك وما مرتاحاش، خصك تحلها في اسرع وقت ممكن. الانتظار ما كيدير والو، خاصك تغيري شي حاجه باش تغير حياتك. شكرا لكم على الاستماع.